السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة المراكشية. اليوم نحضروا مسمن بالبصلة والفلفلة، كيجي واحد المسمن رائع وكيجي لذيذ ومورق. غنحضروه إن شاء الله بطريقة جد بسيطة وناجحة، كيجي خفيف ورطب ولذيذ بزاف، ما تشبعوش منه. نحضروه خطوة بخطوة، يتبعوا معايا المراحل حتى الآخر. نخليكم على المقادير وطريقة التحضير. ما تنسوناش اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم ونخرطوا في القناه ديالي يوصلكم كل الوصفات الجديده. بسم الله. بالنسبه لمقادير الحشوه كنحتاجوا 2 الحبات تاع البصل قطعناهم رقاق صحوا على هذا الشكل. انا هنايا تقريبا كذلك 2 حبات تاع الفلفل قطعناهم على هذا الشكل رقاق بزاف. عندنا زيت حسب الذوق، ولكن من الافضل اذا كان زيت الزيتون اللي ما متوفرش عنده يدير زيت نباتيه. الملح حسب الذوق، نص معلقه صغيره نتاع الفلفل الحار اي السودانيه، معلقه كبيره ديال الزبده، معلقه صغيره ديال الكمون، نص معلقه ديال الابزار، معلقه صغيره نتاع التحميره اي فلفل حلو. بسم الله. كنصبوا كناخذ هاد المقلاة كنصبوا فيها الزيت على هذا الشكل، كنصبوا معلقه كبيره ديال الزبده، كنديروا البصل، كنديروا الفلفله، واللي بغى يدير واحد قطعه صغيره ديال الحار حتى هي كتجي لذيذه، كتجي بنينه ديك الفلفله الحمراء الصغيره. عندنا هنايا الملح حسب الذوق، كنديروا غير القليل حتى تنذوقوا باش ما يكليناش هادشي. اللهم يكون مخفوف ديال الملحه ولا يكون مالح، وكنبقاو نتركوا هذا الخليط حتى يتقلى لينا بعض الشيء وتيذوب. من بعد كنصبوا العطريه. بسم الله. بعد ما تقلاتنا البصله والفلفله الان كنضيفوا العطريه. هذه التحميره، الفلفل الحلو، السودانيه. هاد السودانيه اختياري، اللي بغى يديرها اللي بغاش يديرها يستغنى عليها. الابزار، الكمون. كنمزجوا هاد المكونات وكنطرقوا الكل حتى يتقلى لينا حتى ما تيبقاش فيه، تيبقى تينشف بقى لان البصله كتطلق الماء. كنمزجوا هادشي حتى ينشف لينا، كنبقاو كنحركوا فيه مزيان، كنطفيو عليه الماء وكنتركوها حتى تبرد لينا باش نديروها في المسمن. بسم الله. بالنسبه لمقادير العجين كنحتاجوا 300 غرام الدقيق الفرص اي الدقيق الرطب، ما يعادل تقريبا 3 الاكواب. انا هنا الدقيق القمح اي الفينو على هذا الشكل او السمين الناعم جدا 200 غرام، ما يعادل 2 الاكواب. انا هنايا تقريبا نص معلقه صغيره ديال الخميره ديال الخبز، معلقه صغيره ديال السكر الخشن، الملح حسب الذوق تقريبا نديرو شي نص معلقه صغيره. انا هنا معلقه صغيره ديال الزعتر هذاك اللي ورقيه اعراض. بسم الله. كنصبوا الدقيق، كنصبوا الخميره، كنصبوا فوقها ثاني السكر. عندنا هنا الملح، الزعتر كناخذوه وكنحكوه بيناتنا باش كيطلق العده ديالو، كيجي لذيذ. كنمزجوا هاد المكونات على هاد الشكل، الماء يكون دافئ. الان كنبقاو نصبوا الماء شيئا فشيئا. بعد ما جمعنا العجين استغرق ليا تقريبا ديال الماء 220 ملل، يعني كوب واحد شويه. كنبغيو العجين على هذا الشكل شويه واقفه، كنبغيوهاش شويه مرخفه، وكنبقاو ندلكوها مزيان. كندلكها اما بيديه ولا عنده عجاله يدلكها بها. بعد ما دلكنا العجين صبح لهذا الشكل، دلكناه مزيان. الان كيف ما سبق لي قلت لكم بان كنبغي العجينه شويه واقفه. كنجمع العجينه، كندهنوها بواحد شي الزيت، وكنتركوها تقريبا 5 دقائق حتى ترتاح لينا باش كنديروها كويرات. الزيت كندهنها ونتركها حتى ترتاح باش كتساعدنا كنديرو كوير.
وكنغطيها بهذا البلاستيك بهذا الشكل. بسم الله كناخذ هذا العجين وكنقسموه كويرات. هانتوما كي كتلاحظوا هذا العجين هاي كنخلط لينا تقريبا 8 أو 9 الكويرات متساويه. بعد ما شكلنا 9 ديال الكويرات كناخذوا هذا الزيت كندهنوا به هذا الطبق باش نكوروا هاد الكويرات ديالنا بهذا الشكل، وكنحطوه حتى تيرتاحوا لينا مزيان. كنكوروها مزيان. الان كنوضعوها في هذه الصينيه تنطلقوهم تقريبا 15 دقيقه. بسم الله. بعد ما كملنا جميع الكويرات كنحاولوا كندهنوا الوجه ديالها بالزيت باش ما تكون واحد القشره، وكنتركوه حتى ترتاح مزيان. الان غنتركوهم تقريبا 15 دقيقه حتى 20 دقيقه. بسم الله. كناخذوا الزيت باش غادي نورقوا، كنديروا فيها فلفل حلو على هذا الشكل، معلقه صغيره عامره مزيان، وكنمزجوا هاد المكونات مزيان على هذا الشكل. بسم الله. بعد ما ارتاحوا لنا الكويرات كناخذوا الاولى على هذا الشكل وكنحاولوا نورقوا بالزيت، كندهنوا بالزيت بهذا الشيء بهذا الشكل، وكنبقاو نورقوا بها. كنبقاو كنورقوا بالزيت باش تتسرح لنا مزيان على هذا الشكل. بعد ما سرحنا الكويره مزيان صبحت على هذا الشكل، الان كنحاولوا نديروا الحشوه. كنوزعوا الحشوه على هذا الشكل، كيجيو رائعين ولذاذ بزاف، وفيهم هي البصله والفلفله والعجينه فيها الزعتر، كيجيو زوينين. تابعين نحضروا ان شاء الله في رمضان كيجيو لذاذ البنات. كنحاولوا كذلك قسمنا كلنا على هذا الشكل كنديروا الحشوه. كذلك على هذا الشكل ونديروا الحشوه، كنسرحوا ونقادوا وقسمنا درنا كنديروا الحشوه. تجي على هذا الشكل. كندوها في الطاوله وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا الكل. كنوضعوها في الطاوله. هذه الطاوله مدهونه بالزيت. كما كملنا جميع المسمنات عمرناهم، كنحاولوا ندهنوا التبصيل على هذا الشكل، وكنبداو بالاولى اللي هزيناها كنغطيوها، كنحاولوا نسرعوها دائما حسب الذوق، اللي بغاها مرقاق اللي بغاها مقدار شويه. بعد ما سرحناها صبحت على هذا الشكل. الان نمروا باش نطيبوها. بسم الله. كناخذ هذا المقلاة. هذا المقلاة تسبق لنا تركناها حتى تسخن مزيان. من بعد كتكون لنا المتوسطه كنديروا الزيت على هذا الشكل غير شويه، نحاولوا نصايبوها فوق المقلاة. نتركوها حتى تبن لتحت وكنقلبوها. بعد ما طلت من التحت كنحاولوا نقلبوها، وقبل ما كنقلبوها كنرشوا واحد شويه ديال الزيت، غير قليل ديال الزيت على هذا الشكل، وكنقلبوها. كنبقى نحركو فيها على هذا الشكل باش تطيب جميع الجوانب. بعد ما طلت المسمنه نتوما كتلاحظوا كي كتجي كنحيدوها، وكنبقاو مستمرين حتى نكملوا جميع المسمنات اللي عندنا. كيجيو رائعين. كنحيدوها على الشكل ديالها. الشكل النهائي ديال المسمن كيجي على هذا الشكل، كيجي رائع وكيجي لذيذ وبنين بزاف. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم. غير جربوه وبارطاجيوه بالاصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.